سبحان الله سبحان الله الذي أخرجنا من ظلمات الجهل نور العلم وجعل الإنسان وسيلة للعلم. جعل الإنسان وسيلة للعلم. قبل أي حاجة عايز أقول كلام مهم جدا. إحنا دلوقتي ربنا اصطفانا أنا وأنت علشان نعمل شيء مفيد، شيء نقدر نحققه في المستقبل. ربنا اصطفاني اللي أنا أقدر أعلم طلاب، حتى لو واحد بس هو اللي اتعلم. ربنا اصطفاني اللي أنا أقدر أعلم طلاب. اللهم دمها نعمة وحوضا من الزوال يا رب. اللهم اجعل طلابنا سعداء وحقق لهم امانيهم واحلامهم ووفقهم في حياتهم، اللهم امين يا رب العالمين. وكالعاده قبل ما نبدا الحصه بتاعتنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما ننساش دعائنا لاهل فلسطين، اللهم كن عونا وسندا لهم يا رب العالمين. اللهم كن عونا وسندا لهم يا رب العالمين، انهم مستضعفون وانت الاقوى. اللهم يا رب انت الاقوى وهم المستضعفون. اللهم قويهم على عدوهم، اللهم قويهم على عدوهم، اللهم امين يا رب العالمين. نبدا سعاده جديده. قبل اي حاجه انا عايزك بعد اذن حضرتك، مش فاهم اي حاجه ترجع وتعيد الفيديو، مش فاهم اي حاجه ترجع وتعيد الفيديو. طبعا انت هتسالني يا مستر احنا النهارده هنشتغل ايه؟ احنا خدنا الحصه اللي فاتت درس حضارات شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام، صح؟ يا رب تكون ذاكرت الفيديو، يا رب تكون ذاكرت، والله العظيم كان درس سهل. يا رب يعني انا بتمنى من ربنا ان انت يعني ايه اكون قدرت اوصل المعلومه لاي طالب، حتى لو طالب واحد. لو طالب واحد يستفاد والله العظيم انا معاك. يا رب كل الطلبه تكون مستفاده من الشرح اللي انا بشرحه، ويكون عمل لوجه الله تعالى. ونبدا الحصه بتاعتنا على خير. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد، خير من علم وخير من ربى وخير من درس. يلا بينا نبدا الحصه. طلاب تانية بعد اذن حضرتك انا عايزك تركز معايا. الدرس بتاعنا مفيش فيه اي حاجه صعبه. احنا التاريخ بتاعنا يعني انا بعتبر نفسي من المحظوظين وليا الشرف ان انا بدرس تاريخ حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. خير من ربى وخير من علم وخير من درس. خير من ربى وخير من علم وخير من درس. فبعد اذن حضرتك التاريخ بتاعنا تاريخ اسلامي سهل جدا، وكفايه ان انت بتاخد حياه الرسول دي كفايه. تاني حاجه، انا بشتغل من كتاب الامتحان. انا ممكن انزل لك المذكره بتاعتي، بس بعد اذن حضرتك المذكره بتاعتي اللي بعملها على منصه خاصه بيا، وهنزل لكم رابط المنصه في الفيديو اللي بعد ده. رابط المنصه هينزل في الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله. انا بشتغل من كتاب الامتحان ليه؟ عشان الطالب اللي ما يقدرش يشتري المذكره انا بشرح لك من كتاب الامتحان. خلاص يا عم، وهنزل لك كتاب الامتحان في وصف الفيديو. مالكش اي حاجه اللي انت ما تذاكرش، دي حاجه انا عاملها لوجه الله. والله دي حاجه انا عاملها لوجه الله. خلاص. دي طلبه اليوتيوب. طبعا في منصه بحاول اظبطها ان شاء الله وهينزل عليها المذكرات واسعار كل حاجه، وهتبقى اسعار رمزيه جدا، اسعار رمزيه جدا اي حد يقدر يشترك فيها. بقول لك تعرفنا في الدرس المقبل على حضارات شبه الجزيره العربيه قبل ظهور الاسلام، احوال العرب قبل ظهور الاسلام، وخدنا الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والفكريه وشرحنا كل حاجه بالتفصيل. صح ولا لا؟ النهارده الجزء بتاعنا مختلف. ملامح من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي محمد، صلى على اللي يشفع لك يوم القيامة. ملامح من حياة الرسول في مكة. أول حاجة مولده. مفيش حد ما يعرفش النبي اتولد ازاي. مفيش حد ما يعرفش النبي اتولد ازاي واتولد فين ومين اللي ولدته، مين امه، طب مين اللي ارضعته. مفيش حد يعرف كده. اول حاجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكه. ولد فين؟ في مكه يوم الاثنين. يوم ايه؟ الاثنين. يبقى اول حاجه عايزين نعرفها، النبي اتولد يوم ايه يا رجاله؟ يوم الاثنين، الثاني عشر من ربيع الاول. الثاني عشر من ربيع الاول، يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول. طب ممكن اسالك سؤال يا مستر؟ العام ده إيه اللي بيميزه؟ العام اللي النبي يتولد فيه يتميز بايه؟ عام الفيل. عام ايه؟ الفيل. طب ليه يا مستر سمي بعام الفيل؟ لان ابرهة الحبشي كان يريد هدم الكعبه. ابرهة مين؟ الحبشي كان ايه؟ يريد هدم الكعبه. يبقى تاني بعد اذنك، النبي اتولد يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول. يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الاول. طب سمي العام اللي اتولد بيه بعام الفيل. ليه سمي بعام الفيل؟ لان ابرهة الحبشي كان يريد هدم الكعبه. خلاص.
ركز معايا. اول حاجه الطفوله اللي عاشها النبي. بقول لك واجه الرسول طفوله صعبه. طفوله صعبه اللي هي مثلا اول حاجه ولد يتيما، مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما؟ اه. طب اتربى مع والدته؟ لا، ما ترباش معاها. راح للسيده حليمه السعديه، حليمه السعديه، حليمه ايه؟ السعديه. واجه الرسول عديد من الصعوبات. عديد من ايه؟ من الصعوبات. زي ولد يتيما، مات ابوه، يعني النبي قبل ما يتولد ابوه مات ودفن في يثرب اللي هي المدينه. خلاص. ولد فين؟ دفن فين؟ في يثرب. ارسلته امه الى السيده حليمه السعديه، ليه؟ لارضاعه، لان العرب من زمان بيعتقدوا ان لو الشخص المولود لسه مولود كده وراح الصحراء وارضع من مرضعه من هناك من الصحراء، يقول لك ده بقى قوي. طب ليه؟ ما عشان عاش في الصحراء وتم ارضاعه في الصحراء. يقول لك لا، يبقى الشخص ده يبقى قوي. ده كانت عاده عند العرب ان هم اول ما الولد اتولد امه ما ترضعوش ويودوه الصحراء. ليه؟ علشان ياخد الشده والقوه. ارسلته امه امنه بنت وهب الى مرضعه من بديه بني سعد، من بديه بني سعد. ومكث. يعني ايه مستر كلمه مكث؟ مكث عندها 4 سنوات. يعني ايه مستر كلمه مكث؟ يعني قعد عندها كام سنه؟ 4 سنوات. النبي قعد عند السيده حليمه السعديه كام سنه؟ 4 سنوات. طب خلاص، يبقى احنا قلنا اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم واجه عده صعوبات في حياته. ولد يتيما الاب، حيث دفن ابوه قبل ان يولد النبي. دفن ابوه فين؟ في يثرب. دفن فين؟ في يثرب. خش النقطه اللي بعدها. بيقول لك ماتت امه وهو في السادسه. ماتت امه في ايه؟ في السادسه. يعني قعد مع والدته سنتين اتنين. مش اول ما اتولد راح للسيده حليمه السعديه مرضعته وبعدين قعد مع امه لحد بقى عنده 6 سنين وماتت، يبقى قعد معاها سنتين من عمره. طب مين اللي هيتكفل بالنبي؟ مين اللي هيتكفل بالنبي؟ جده. مين؟ جده. اول واحد هيتكفل بالنبي بعد وفاه امه السيده امنه جده، ثم عمه ابو طالب. عمه مين؟ ابو طالب. عمه ابو طالب. دي كانت احد الصعوبات اللي واجهت النبي. بيقول لك لم يرضى النبي ان يكون عبئا على عمه. طب النبي عمل ايه؟ النبي عمل ايه عشان ما يكونش عبئا على عمه؟ النبي من صغره وهو شغال، لان عمه كان عنده اطفال كتير، فالنبي ما كانش عايز يبقى عبء على عمه. قال لك انا هشتغل. النبي قال لك ايه؟ هيشتغل في حرفه راعي الاغنام. حرفه ايه؟ راعي الاغنام. حرفه راعي الاغنام. طب ممكن اسالك سؤال؟ اللي انا قلت لك حاجه صعبه؟ لا يا مصطفى، ممكن تشرح لي بطريقه ثانيه؟ ركز معايا بعد اذنك. يبقى دلوقتي النبي في الطفوله بتاعته واجه عده صعاب. اول حاجه، ثواني خليكم معايا. اول حاجه النبي واجه عده صعوبات. اول حاجه ولد يتيم الاب. ولد ايه يا مستر؟ يتيم الاب. ده اول حاجه معايا. النبي ولد يتيم الاب. طب ابوه اتدفن فين يا رجاله؟ اتدفن فين يا شباب؟ في يثرب اللي هي المدينه. عرفتوا ان النبي اصلا كان بيحب يثرب؟ اول ما دخل سماها المدينه. عرفتوا ليه؟ عشان ابوه دفن فيها. طب تاني حاجه معايا، ركز معايا. ارسلته امه الى قبيله ايه؟ حد يعرف؟ بني سعد. الى قبيله بني سعد عند مرضعته. لانهم زي ما قلت لكم كانوا بيعتقدوا ان اللي يتربى في الصحراء بيطلع شديد وقوي. دي كانت عاده عند العرب، على فكره كانت حقيقه. تالت حاجه معايا، قلت ام النبي وماتت وكان عندها كام سنه؟ وكان عنده كام سنه؟ 6 سنوات. اصبح يتيم الاب والام. يبقى النبي هو عنده 6 سنوات اصبح يتيم الاب والام. يعني قعد مع والدته، قعد مع امه سنتين.
اول واحد اتكفل بالنبي جده، ثم عمه. طب النبي، ثواني يا رجاله خليكم معايا كده. اول واحد اتكفل بيه جده، طب تاني واحد عمه. النبي اشتغل هو عند عمه، كان بيشتغل بحرفة راعي الاغنام. كان في حاجه في اللي انا قلته صعبه؟ في حاجه صعبه؟ والله مش شايف حاجه صعبه لحد دلوقتي. كفايه ان انت بتدرس حياه النبي دي، كفايه عندي والله العظيم. يبقى اول حاجه، ولد يتيما الاب، ولد يتيما الاب ارسلته امه ولا السيده حليمه السعديه في قبيله بني سعد اللي يرضعوا، لانها كانوا يعتقدون انهم يصبحوا اقوياء وشده. دي حاجه. يبقى الحاجه الثالثه، الحاجه الثالثه معايا، وفاه والدته، وفاه ام النبي صلى الله عليه وسلم. هو عنده 6 سنوات. من اللي تكفله جده ثم عمه. اصبح النبي يشتغل في حرفه راعي الاغنام حتى لا يكون عبئا على عمه، حتى لا يكون عبئا على عمه. حاجه صعبه في اللي انا قلته؟ مفيش في اي حاجه صعبه. نخش على الجزء الثاني. الجزء اللي بعد كده هناخد شباب النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا قلنا اخذنا الطفوله بتاعته، هناخد شباب النبي. بيقول لك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلات تجاره الى بلاد الشام. اول رحلات التجاره التي خرج عليها النبي كانت فين؟ في بلاد الشام. فتعلم المسؤوليه. ما هو طبيعي هيبقى مسؤول عن ايه؟ عن التجاره بتاعته. هيبقى معاه بضاعه ومسؤول عنها ان هو يبيع ويشتري. بس عايز اقول لك على حاجه، معلومه ثانيه. فتعلم المسؤوليه وطرق التعامل مع الناس ومعرفه اخلاقهم. تزوج من السيده خديجه بنت خويلد. بيقول لك السيده خديجه كانت من اغنى اغنياء قريش قديما. خلاص. فكان النبي، كان هي في الاول كان النبي يعمل عندها في حرفه التجاره، كان النبي يعمل عند السيده خديجه. وعايز اقول لك معلومه، النبي طول حياته ما باعش ولا اشترى. اللي ما باعش بيشتري بس معلش، يشتري لكن ما يبيعش لحد. كان مثلا معاه واحد تاني يقول له بقى له. النبي طول حياته ما باعش لحد حاجه، كان يشتري منهم لكن ما يبيع لهمش. طب اول حرفه النبي عمل فيها، اول حرفه راعي، ما كان شغال عند عمه. تاني حرفه التجاره مع السيده خديجه بنت خويلد اللي هي هتصبح زوجة الرسول. هتصبح زوجة الرسول، لانها كانت معجبه باخلاق النبي وامانته. فالنبي كان يلقب بالصادق الامين. يعني شوفوا سبحان الله، حتى قبل ما تنزل عليه الرساله والنبي كان بيلقب بالصادق الامين. يعني الناس كلها كانت بتشهد في اخلاقه وفي صدقه وفي امانته. متخيلين؟ اول ما نزلت عليه الرساله قريش كذبته. وهنعرف كذبته ليه كمان شويه. النبي صلى الله عليه وسلم في معلومه مهمه بقى عايز اقولها لك. انا عارف الكتابه مش واضحه قوي. تعبده في غار حراء. غار حراء. النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما اتولد لحد اخر يوم عاشه النبي عمره ما سجد لصنم. هتقول لي ازاي يا مستر؟ ازاي؟ ده كان في اصلا زمان عند الكعبه والناس كانت بتعبدها قبل ما حتى ما تنزل عليه الرساله. النبي اول ما قبل ما تنزل عليه الرساله كان مقتنع ان في خالق. ما كانش مقتنع ان الاصنام اللي معموله من الحجاره ومعموله ما اعرفش من الاخشاب تصنع بشر. ازاي الخشب ده او الصنم اللي معمول من الحجاره ده هيخلق بشر؟ ازاي؟ مش هتنفع. فالنبي كان مقتنع ان في خالق. النبي كان مقتنع ان في خالق. فكان النبي بيروح عند غار اسمه غار حراء ليتعبد. بيقعد كده والله، يقعد يبص على النجوم والكواكب ويتعجب في خلق السماوات والارض. يقول له ازاي ربنا خلق الارض؟ ازاي ربنا خلق السماء؟ ازاي ربنا خلق النجوم؟ ازاي خلق الكواكب؟ النبي عمره ما سجد لصنم. كان النبي محمد يذهب الى غار حراء للتعبد والتامل والتفكير. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، كان فكره مشغول ان في ربنا. ما كانش مؤمن بالحاجات اللي كانوا بيعملوها، ما كانش مؤمن بالاصنام اللي كانوا بيعبدوها قريش. واستمر في ذلك حتى بلغ 40. يعني لحد ما وصل 40 سنه وما عبدش الصنم من عمره. في احدى ليالي شهر رمضان نزل عليه الوحي بسوره اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق. سيدنا جبريل اول ما نزل على سيدنا محمد قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ، قال له اقرا، قال له ما انا بقارئ، قال له اقرا.
قال له ما انا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. دي اول آية نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت بداية الدعوة بتاعته. بس هل يا ترى الدعوة بتاعته كانت دعوة سرية ولا دعوة علنية؟ أول حاجة النبي أول ما نزل عليه الوحي خاف، ما طبيعي النبي شافه ما كانش حد يصدقه، راح للسيدة خديجة هو بتراش، كان عايز يعني كان لدرجة كان بيقول للسيدة خديجة غطيني من كتر الخوف اللي شافه، كان عقله مش مستوعب. السيدة خديجة أخدته لحد من قرايبها، ورقة بن نوفل، ورقة ابن نوفل، وكان على الديانة الإبراهيمية، كان على دين سيدنا إبراهيم، وأخبره ورقة بن نوفل أنه سوف يصبح نبي، وأن الذي أنزل عليه هو وحي من السماء وهو سيدنا جبريل عليه السلام. ودي كانت بداية تبشير النبي بالنبوة، اللي هو هيبقى نبي في المستقبل. من أول واحد قال له أنت هتبقى نبي؟ ورقة ابن نوفل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة عمل دعوة سرية. دعوة إيه سرية؟ كان النبي يجتمع بالمسلمين سرا في دار الأرقم. دار إيه يا رجالة؟ الأرقم. الدار الذي كان يجتمع فيه المسلمين قبل أن يعلن الدعوة رسول الله، دار الأرقم. دار الأرقم ابن أبي الأرقم. طب النبي ليه النبي ما كانش بيقول لقريش كلهم والله نزل عليا الوحي وعرفت ان في قران وعرفت ان في خالق، واللي انتوا بتعبدوه ده كلام فاضي، يعني اصلا اللي انتوا بتعبدوه دي كلام فاضي؟ ليه النبي ما عملش كده من الاول؟ النبي كان عارف ان قريش مش هتصدقه. طب ازاي يا مستر انت لسه قايل انه الصادق الامين؟ الدين الاسلامي نزل وكان عايز يعمل مساواه بين السيد والعبد، يعني لما يكون واحد سيد وعنده عبد كلهم سواسيه، مفيش حاجه اسمها عبد عند حد، خلاص انت عبد لله سبحانه وتعالى. فالنبي كان عارف لو عمل كده ما اهل قريش ما كانوش يصدقوا، قالوا له ازاي؟ يعني انت عايز تبقى العبد يبقى مساوي بالسيد؟ ما ينفعش. فالنبي كان عارف النقطه دي وما كانش عايز يعلنهم على طول، كان عايز بس يجمع الضعفاء حتى حواليه، يجمع مجموعه من الناس حتى يبدا نشر الدعوه يكون حواليه ناس، ما يكونش حد بيصدقه. خلاص، يعني النبي كان عارف اللي هيحصل، مش عارف المستقبل، لا، النبي بذكائه كان عارف اللي هيحصل. قال لك قريش مش هتصدقني، خلاص، وهديكوا دليل بعد كده. يبقى تاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بالمسلمين والمسلمين الضعفاء في دار الارقم ابن ابي الارقم، وكان يعلمهم يعلمهم القران اللي نزل عليه. اقرا، مش اول ايه اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، ويعلمهم احكام الاسلام وشرائعه. يعني بدأ بقى يعلم المسلمين الضعفاء ويقول له والله احنا عندنا كذا وكذا، عندنا في قرآن وعندنا في وحي بينزل عليا بيخبرني بكذا ويخبرني بكذا، وكل ما ينزل انا هقول لكم، كل ما الوحي ينزل يقول لي حاجه انا هقول لكم. وطبعا كان في ناس بتكتب وراء الحاجات النبي كان بيقولها ليا الاحاديث عليها. طب الجهر بالدعوه، النبي بقى عايز يخلي الدعوه علنيه. النبي عايز يخلي الدعوه علنيه. اول حاجه عملها امر الله الرسول بان ينذر عشيرته الاقربين. يعني ايه ينذر عشيرته الاقربين؟ فوقف على جبل الصفا وجبل المروه ونادى على قريش فاجتمعوا حوله. النبي وقف على جبل الصفا وبدا يجتمع يا اهل قريش واجتمعوا حوله. النبي بدا يعمل ايه؟ بدا يدعوهم للإسلام ويدعوهم إن عبادة الأصنام خاطئة. عبادة الأصنام عبادة إيه؟ خاطئة. طب هل يا ترى أهل قريش صدقوه؟ لا، أهل قريش ما صدقوش النبي، لدرجة كانوا بيسبوا النبي. أهل قريش كانوا بيسبوا النبي وجها لوجه، يعني لحظة الجهر بالدعوة كانوا بيسبوا النبي. خلاص، تعرض النبي للإيذاء وتعرض المسلمين الضعفاء الذين اهتدوا للإسلام بالإيذاء اللي هم الآخرين. طب إزاي؟ سيدنا بلال مش كان بيتعذب؟ آل ياسر كانوا بيموتوا والنبي بشرهم،
قال لهم ايه؟ حد يعرف؟ ها؟ النبي كان بيبشر آل ياسر، قال اللي هم يصبروا فإن موعدهم الجنة، قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ده كان بيدل على إيذاء قريش للمسلمين. الدعوة العلنية أو الجهر بالدعوة أدت إلى إيذاء قريش للمسلمين. ممكن تسأل بس واحنا كده بنشرح، هو انتوا زهقتوا مني؟ زهقتوا من الحصة اللي انا بشرحها؟ والله انا قد ما اقدر يعني بحاول انزل لمستوى الطالب اللي هو الاقل، بحيث ان كلكم تستفادوا. لو بعد اذن حضرتك لو زهقت مني ممكن توقف الفيديو دقيقتين، تشرب مثلا ميه، تشرب عصير، تشرب اللي انت عايزه، تاكل حاجه وتكمل بقيه الحصه. دي نصيحه مني، الدرس ده مهم وعليه اسئله كتير في الامتحان، فبعد اذنك ما تهملش الدرس ده. كفايه بس اللي انت بتدرس حياه الرسول، دي كفايه، دي امتع حاجه. يعني دي غير التاريخ الحديث والتاريخ القديم. التاريخ الاسلامي امتع تاريخ ممكن تدرسه. انت تدرس حياه خير البشر، تدرس حياه خير البشر، يعني دي افضل حاجه تعملها في حياتك اصلا. طب دلوقتي يا جماعه، مش احنا قلنا يا شباب ركز معايا، قلنا الجهر بالدعوه ادى الى ايذاء قريش المسلمين على مصر. النبي هيفضل قاعد في مكه؟ لا، النبي بدا يبحث عن اماكن. والله احنا عايزين نروح كذا وعايزين نروح كذا، بحيث نبعد عن ايذاء قريش. نبعد عن ايذاء قريش. اول حاجه هاجر بعض المسلمين الى الحبشه. هاجر بعض المسلمين الى ايه؟ الحبشه. طب ليه يا مستر هاجروا للحبشه؟ لان بها ملك عادل لا يظلم عنده احد. النبي قال للمسلمين ممكن تهاجروا للحبشه. طب ليه؟ عشان فيها ملك عادل لا يظلم عنده احد. طب اسمه ايه يا مستر؟ النجاشي. اسمه ايه؟ النجاشي. مش مكتوب عندكم اهي؟ النجاشي ملك الحبشه. النجاشي ملك لا يظلم عنده احد، فامر الرسول المسلمين الى الهجره الى الحبشه. وكان وقتها سيدنا عمرو بن العاص لم يسلم، يعني ما كانش لسه اسلم. فعمل ايه؟ راح ورا المسلمين وحاول يعني اللي هو يدمر العلاقه بين المسلمين وملك الحبشه، لكن فشل. واستمر بعض المسلمين في الحبشه، ولكن اجى الامر للرسول بان يهاجر الى المدينه او يثرب. اجى الامر الرسول بان يهاجر الى يثرب اللي هي المدينه. عندما اجتمعت قريش للقضاء على الرسول امره الله سبحانه وتعالى بالهجره الى يثرب. طب ممكن اسالك سؤال يا مستر؟ اتفضل. اقول قبل ما تسال السؤال، عارف السؤال بتاعك يا مستر، ازاي قريش اجتمعت على الرسول عشان تقتله؟ في قصه مشهوره احنا خدناها من واحنا صغيرين. اهل قريش وقفوا على الباب منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من كل قبيله راجل هيجي ويضرب النبي. ليه؟ عشان دم الرسول يجتمع على كل القبائل، مش قبيله كذا اللي قتلت النبي، لا. فضلوا واقفين مستنيين الرسول يخرج، الرسول ما خرجش. فضلوا مستنيين الرسول يخرج، الرسول ما خرجش. ولكن الله انزل على نظرهم يعني زي عمى مؤقت. عارف كده لما تبقى قاعد كده، انت شايف كل حاجه، بس بتسرح في حاجه كده، انت مش شايف اللي قصادك، صح؟ عمى مؤقت. فالنبي هو ماشي كان بيقول وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشيناهم فهم لا يبصرون. النبي هو ماشي وخارج من قصادهم كان ماشي كده، لدرجه ان النبي يعني دي مش عارف قصه صحيحه ولا لا، جاب التراب وحطه على دماغه. ومين اللي كان نايم مكان النبي في وقتها؟ سيدنا علي بن ابي طالب. ثم هاجر النبي من مكه الى يثرب. والنبي كان بيحب مكه جدا وكان متعلق بيها، وكان بيقول لولا اهلك اخرجوني منك لم اهاجر. يعني النبي لولا اهل قريش هم اللي خرجوه ما كانش هيهاجر. خلاص. وطبعا النبي هو بيهاجر في رحله النبي صلى الله عليه وسلم، اول غار استخبى فيه النبي مع صاحبه ابو بكر كان غار ثور. غار ايه يا رجاله؟ غار ثور.
غار ثور ومنه الى يثرب. بدات بقى طبعا قريش تعمل خطط لايه؟ لكشف النبي، كشف يعني الخطه اللي كان عايز ايه يهاجر بيها، لكنهم كلهم فشلوا طبعا وراحوا عند غار ثور. قال ابو بكر ابنته الشهيره، قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. قال الرسول حد يعرف؟ لا تخف ان الله معنا، لا تخف ان الله معنا. ودي نصيحه لاي حد اللي بقولها لك، لا تخف ان الله معنا، مش معانا بس، معاك انت كمان ومعاك انت كمان، مع اي حد. انت عايز اي حاجه من ربنا تقف وتدعي، تقول له يا رب، يا رب نسف كذا. متخيلين ان كانت قريش هتقتل النبي لو بصوا تحت رجلهم هيشوفوه؟ بس ربنا عمل ايه؟ جاب العنكبوت وفرش البيت بتاعه على باب الغار، وجاب حمامتين وباضوا على باب الغار، فكرش البيت مستحيل يبقى هنا. خلاص، لا تخف ان الله معنا، وده يدل على عدم اليأس. سمات من شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي أمتع حاجة تاخدها في الدرس دلوقتي، والله أمتع حاجة تاخدها في الدرس. أول حاجة الرغبة في التفكير والتأمل. ليه يا مستر؟ الرغبة في التفكير والتأمل. بنقراها وبعدين نشرحها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في غار حراء. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك في البداية إنه لم يسجد لصنم قط، يعني عمره ما سجد لصنم. النبي عمره ما سجد لصنم، ودي حقيقة، صح ولا لا؟ وكنا عارفين كده لدرجة لما دخل مكة تاني مرة هدم الأصنام اللي قصاد الكعبة. قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على سيدنا محمد، كان بيتامل في عظمه الخالق. كان اول حاجه عنده الرغبه في التفكير والتامل، وشرحنا يعني ايه رغبه في التفكير والتامل. اول حاجه قلناها كان النبي يتعبد في غار حراء. طب ليه يا مستر؟ اقرا. ليفكر ويتامل في عظمه قدره الله في خلق الاشياء. ليتامل في عظمه قدره الله في خلق الاشياء حتى جاء الوحي عليه سيدنا جبريل وأنزل عليه القرآن وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. دي أول حاجة. عايز أقول لك على حاجة والله العظيم من أمتع الحاجات اللي هتاخدها دلوقتي عن إيه؟ حياة النبي، والله دي من أمتع الحاجات اللي هتاخدها. قدرته على حل المشكلات. حصل للنبي مشكلتين. إن أحد القبائل هما كانوا يعني إيه؟ بيعملوا تجهيز للكعبة. أهو اختلفت قبائل مكة، عندك علماء بإعادة بناء الكعبة. مش يعني بيبنوها من الاول وجديد، لا، وحصل ممكن يكون حصل حاجه وبيعيدوا مثلا ايه حاجات اتدمرت بيعيدوها. فاهمين؟ فحصل حاجه، حصل مشكله بين القبائل، مشكله الحجر الاسود. القبائل اختلفت. مين اللي عايز يشيل الحجر الاسود؟ قالت لا انا. القبيله دي قالت لا انا اللي هشيلها، انا الحق وانا اولى وانا اولى. لحد ما جاء النبي ومسكه بهدومه وخلى كل رجل من كل قبيله يرفع الحجر الاسود. فدي كان عنده قدره في حل المشكلات، دي عنده قدره في ايه؟ في حل المشكلات. يبقى اول مشكله معانا مشكله الحجر الاسود. دي اول حاجه معايا. تاني حاجه معايا مناصره المظلوم. بيقول لك جاء رجل لمكه، ما كانش من مكه، جاء واشترى باع بعض الابل. اللي اشتراه منه ابا الحكم. مين ابا الحكم ده؟ حد يعرف؟ ابو جهل. لكنه مطل في ثمنها. يعني ايه مطل في ثمنها؟ يعني اقول له والله المره الجايه هدفع لك، المره اللي بعدها هدفع لك، المره اللي بعدها هدفع لك، مش راضي يدفع. لحد ما الراجل زهق وتعب، وقف في وسط مكه وقال قال ايه؟ يا معشر قريش من ياتي بحقي من ابا الحكم فاني غريب وابن سبيل. لاني غريب وابن سبيل وقد غلب علي حقي. يعني اكل حقي. ابو جهل اكل حقي. مين عنده القدره اللي هو يجيب لي حقي؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى دار ابي جهل وقال له اعط هذا الرجل حقه. فدخل ابو جهل وجاء بالمال واعطاه الرجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حل مشكله يعني ما كانش قادر حد يحلها. ابو جهل ذات نفسه ما كانش عايز يدي الراجل فلوس، لحد ما النبي راح له قال له ادي له حقه. طب هل يا ترى ابو جهل استسلم كده للنبي بسهوله؟ ما كانش لسه نزل عليه الدعوه.
دي قبل نزول الدعوه، قبل نزول الدعوه على سيدنا محمد، قبل ما الاسلام يظهر. يبقى اول حاجه قلناها قدرته على حل المشكلات ورغبته في التفكير. ثالث حاجه مناصره المظلوم. نزول الوحي وموقف السيده خديجه. عندما نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء، ذهبوا مسرعا الى دار السيده خديجه، وكان بيقول لي بقى حد يعرف؟ كان يرتجف خائفا. الآن كان مرتجفا خائفا وروى لها ما حدث. النبي اول ما راح البيت كان يعني حرفيا كان بيترعش، كان بيقول غطوني من كتر الخوف اللي هو شافه. فالسيده خديجه هدته وطمنته واخذته لورقه بن نوفل. اخذته لمين؟ لورقه ابن نوفل. وده كان على الديانه الابراهيميه، ديانه سيدنا ابراهيم. وبشر النبي قال له الذي نزل عليك هو الناموس الذي نزل على مين؟ سيدنا عيسى وسيدنا موسى. طبعا نزل على كل الانبياء. الناموس سيدنا جبريل عليه السلام. يبقى تاني السيدة خديجة طمنت الرسول. السيدة خديجة عملت ايه؟ طمنت الرسول واخدته لورقة ابن نوفل. طبعا كل ده موجود عندك في الكتاب اهو. انا عايز بس ايه؟ اظبط لك اهو. ابن عمها ورقة ابن نوفل. بعلمك الحاجات اللي اتعلم عليها في الكتاب. طب ممكن اسالك سؤال؟ قول لي اتفضل. قول لي اتفضل بس. قلت سمعتك يا عم وصدقتك. النبي دلوقتي او السيدة خديجة عملت ايه؟ رجعت لايه؟ رجعت لحد اسمهم اهل العلم. رجعت لاهل العلم. مع ما ترجع لورقه ابن نوفل، مش ورقه ابن نوفل ده يعرف امور الدين، يعرف امور الدين يا مصر، مع انه كان عندنا ابراهيميه بس برضه يعرف، لدرجه ان قال للنبي انا ببشرك بالنبوه، انت هتبقى نبي، انت نزل عليك وحي. يبقى اول حد بشره بالنبوه ورقه بن نوفل، وكان من اهل العلم. اخبرها بانه الناموس صاحب الوحي وهو جبريل الذي نزل على موسى عليه السلام. خلاص بثت في نفس الثقه السيده خديجه والاستمرار في ثبات على الحق. يعني السيده خديجه كانت ونعم الزوجه للنبي. يقول لك وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. الامراه العظيمه دي كانت مين؟ السيده خديجه. طب ايه اللي كان هيحصل لو السيده خديجه خافت من النبي وما طمنتوش؟ والنبي اصلا كان هيخاف هو برضه كمان. انتوا متخيلين راح للسيده خديجه بيقول لها انا يعني خايف. وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. الرجل العظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام. والسيدة خديجة هي المرأة العظيمة التي طمنت زوجها. نخش على مراحل الدعوة الإسلامية. مراحل الدعوة الإسلامية مرحلتين واحنا شرحناهم، الدعوة المكية والدعوة المدنية. طب الدعوة المكية كانت في مكة واستمرت لمدة 13 سنة. تعرضت خلاهم عن المسلمين للتعذيب، جميع انواع التعذيب، زي بلال ابن رباح واهل ياسر او آل ياسر. صبرا آل ياسر ان موعدكم الجنه. والجمله المشهوره بتاعت سيدنا بلال احد. ده كان احد تعذيب المسلمين الضعفاء. طب الدعوه المدنيه ده هي بدات بالهجره الى يثرب اللي هي المدينه حتى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وفاه النبي استمرت 10 سنوات. استمرت كام سنه؟ 10 سنوات. كانت مرحله التاسيس لقيام الدوله الاسلاميه. النبي كان بقى اول ما راح المدينه بدا يفكر عايز اعمل جامع وعايز اعمل قانون وعايز اعمل كذا وعايز اعمل كذا. ليه؟ عشان بيأسس دوله اسلاميه هتفضل عايشه مئات السنين، مئات القرون لحد وقتنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الدولة الإسلامية من كل شر ومن كل سوء. مرحلة الدعوة المكية مرت بها مرحلتين. أول حاجة مرحلة التأسيس زي ما احنا قلنا، مرحلة السرية زي ما احنا قلناها. مرحلة السرية اللي كان النبي بيجمع الضعفاء، اللي جمعهم فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. استغرقت 3 سنوات. كانت فين؟ في مكة. كانت فين يا رجالة؟
في مكة تميزت بالكتمان والسرية لتجنب أذى قريش. النبي كان عارف إن قريش هتأذيهم زي ما أنا قلت لك. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الأقربين واختار دار إيه؟ الأرقم زي ما إحنا شرحنا. حاجة صعبة في اللي أنا قلته؟ لا. أنا ممكن بطول بنجز شوية ليه؟ عشان الحاجات دي أنا شرحتها لك بالتفصيل. فمش عايز اللي أنا إيه؟ يعني أتقل عليك شوية. لا أنا مش عايز أتقل عليك، أنا عايز الدرس يكون خفيف وسهل. بديك المعلومات المهمة. إحنا طبعا شرحنا الدعوة السرية في الجزء اللي فوق، وقلنا كان بيجتمع في دار الأرقم من قبل الأرقم لتربية أصحابه على أسس عقائدية وخلقية لتعليم الدين الإسلامي. وفي نهاية هذه المرحلة بلغ عدد الذين أسلموا 60. يعني 60 واحد أسلم. 60 واحد من إيه؟ من الضعفاء. الضعفاء. يبقى ممكن أسألكم سؤال، هي قريش هتسيب أصلا ال 60 دول؟ لا. قريش والله ما هتسيبهم، قد ذلك لا تعذبهم. أنا عايز أسأل سؤال في الجزء ده، في حاجة صعبة؟ هل يا ترى في حاجة من اللي أنا بشرحها صعبة؟ انتوا زهقانين؟ الحصه طويله؟ الحصه طويله مثلا. زهقانين؟ لا مش زهقانين، عشان احنا بنشرح يعني قصه من اجمل القصص اللي ممكن نشرحها في العالم. مستر في العالم. مرحله الجهر بالدعوه استغرقت 10 سنوات، والسريه استغرقت 3 سنوات. الجهر بالدعوه جاء الامر من الله عز وجل بان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم دينه ويخرج الى اهل قريش، ودعا عبد المطلب الى الاسلام. ثم عاد باختلاف القبائل. ثم عاد بايه؟ اختلاف القبائل والبلدان. طب يعني ايه مستر كامل اللي انت قلته كلمه اللي انت مفهوم من شويه اللي هو ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدا بقى يطلع ويقف على جبل الصفا ودعا قريش: يا اهل قريش يا اهل قريش. جاء اهل قريش الى النبي بدا يدعو لهم بالاسلام. والله نزل علي الوحي وربنا اختارني لاكون نبيا ورسولا. خلاص. طبعا قريش ما صدقتوش، وكان توقع النبي صلى الله عليه وسلم صح في بدايه موقف قريش من الدعوه الاسلاميه. في البدايه لم تهتم، يعني في البدايه ما عندوش اهتمام. ثم بداوا في التعذيب وتكذيب النبي. تعذيب النبي وتكذيبه. تعذيبه وتكذيبه. طب ممكن اعرف يا مستر ايه الاساليب اللي استخدمتها قريش في تعذيب المسلمين او مواجهه الدعوه الاسلاميه؟ اول حاجه اسمها حرب الشقاق. يعني ايه مستر حرب الشائعات والاكاذيب؟ عارف لما يجي يقول لك كده، لما يجي يقول لك احنا عشان نوقع حد لازم نوقع ما بين الاثنين، لازم نوقع ما بين الاثنين. ازاي؟ بدات قريش تقول معلومات غير صحيحه، بدات تعمل اشاعات، بدات تقول والله يعني تقول ايه؟ ان النبي بتاعكم عمل واحد اثنين ثلاثه. طبعا ده كل ده كذب. ان في واحد عمل كذا، في واحد عمل كذا، في واحد عمل كذا. كل ده كذب، بيحاولوا يوقعوا بين المسلمين وبعض. اهو رأت قريش أن خير وسيلة لمهاجمة الدعوة الإسلامية هي نشر الشائعات والأكاذيب، حيث اتهمت النبي بالكذب والسحر. يعني اتهموا النبي اللي هو كذاب وساحر، والمعجزات اللي هو عملها ده سحر. كان عايز الشهرة، بيقولوا النبي عايز الشهرة. خلاص. وقد خططت جيدا لنشر هذه الشائعات من خلال أول حاجة اختيار الوقت. أول حاجة عشان تعمل إشاعة تختار الوقت المناسب. ازاي مثلا اختار الوقت المناسب؟ الوقت المناسب اللي انت تعمل فيه الاشاعه ده اهي. مثلا الشخص اللي قدامك ده هيجي وقته هيضعف، ما راح اعمل عليه اشاعه اللي هو عمل كذا وكذا وكذا، ساعتها الناس هتهاجمه. يبقى اول حاجه اختيار الوقت. تاني حاجه الاتفاق في القول. يعني الناس تكون متفقه في القول، حاجه تكون اكيده. يعني ما ينفعش تقول لي النبي عمل كذا وكذا، طب مين قال لك؟ لكن لما تقول حاجه ممكن الناس تشك فيها، تبقى دي حاجه اسمها الاتفاق في القول. ثالث حاجه اختيار الشخصيات ذات تأثير. يعني ايه يا مستر اختيار شخصيات ذات تأثير؟ زي أبي لهب. أبي لهب عم الرسول. عم الرسول كان هو اللي بينشر الإشاعات. يعني متخيلين عمه كان بينشر الإشاعات؟ تخيل بقى لما تشوف واحد عمه بينشر عليه إشاعات، وأنت هتصدق عمه؟ هتصدقه ليه؟ صح ولا لا؟ فأول واحد من الشخصيات اللي كانت بتنشر إشاعات وأكاذيب عن النبي عمه أبو لهب، والوليد بن إيه؟ المغيرة. وهما من اكبر الكفار واكبر المشركين الذين كذبوا دعوه النبي وهاجموه. تعال نكمل. اغير اللون، لون اصفر، ماشي. تعال نكمل.
في حاجه صعبه في اللي انا بقولها، ما قدروش يكملوا النبي في الاشاعات والتكاذيب، عملوا حاجه اسمها التفاوض والمساومه. يعني ايه التفاوض ويعني ايه مساومه؟ التفاوض يعني نبدا نتكلم، والله بص ممكن نعبد الدين، ممكن نعبد ربنا وانت تعبد الاصنام، فربنا نزل نزل السوره: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. يبقى هم كانوا بيعملوا ايه؟ تفاوض، عايزين نتفاوض مع النبي، عايز قررت قريش التفاوض مع الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطه عائلته. يعني استخدموا العائله، عمه، استخدموا مين؟ عمه ابو طالب، لدرجه النبي قال: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي لن اتنازل على هذه الدعوه، مش هسمع كلام. متخيلين؟ يعني كانوا بيستخدموا اهله. انا عارف الدرس طول بس ان شاء الله هيجي بفايده. ماشي. ده تفاوض غير مباشر. طب التفاوض المباشر، قررت قريش مواجهه النبي، عايزين خلاص التفاوض مع الرسول مباشره مباشره، يعني مش هيجيبوا حد، مباشره. فعرضت عليه المال، عرضت عليه السلطة، عرضت عليه الشهرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض، لأن ربنا أمره بذلك. ربنا ما نزلش الدين عشان النبي يبقى عنده شهرة ولا عنده مال ولا عنده سلطة. بالعكس، كان النبي فقير. النبي فقير، كان بيقعد بالشهور ما ياكلش غير عيش. متخيلين؟ كان يقعد بالشهور ما ياكلش غير طعم. فالنبي ما كانش محتاج مال ولا كان محتاج سلطة. طب تالت مرحلة معايا الإيذاء والتعذيب. بدأوا يعذبوا زي بلال ابن رباح وآلي ياسر. والآن ده أنا عارف لو مش هنسمع مغيرون ونرجعوا تاني. آل ياسر وبلال ابن رباح. خلاص؟ طبعا أنا شرحتها لكم. كان قريش حاولوا مشركو قريش النيل من المسلمين، فاتجهوا نحو التعذيب العبيد الضعفاء زي بلال وزي آل ياسر. الحته دي خلصت وانا شرحتها قبل كده، انا مش عايز اطول عليكم، بس يعني انا شرحت الجزء ده كله في الاول. ثواني، عايز بس اتاكد من حاجه. احنا ان شاء الله هنقف لحد هنا، لحد اساليب الرسول واصحابه في مواجهه اعداء قريش. رابع حاجه معايا عملوها حاجه اسمها المقاطعه الاقتصاديه، ودي انا ما شرحتهاش. عملوا مقاطعه على قبيله النبي صلى الله عليه وسلم. علم ابو طالب بان قريش تريد انهاء الاسلام بقتل النبي، فجمع بني هاشم. جمع مين؟ بني هاشم. طب يا مستر ممكن اسالك سؤال، هو ليه جمع بني هاشم؟ مش دي قبيله النبي؟ قبيله بني هاشم في شعب، جمع قبيله في ارض او شعب ابي طالب، امرهم بايه بقى؟ ركز في الجمله الاولى دي عشان والله اهم جمله في الحته دي كلها. امرهم ان يحموا النبي. يعني قبيله بني هاشم امرهم ان يحموا مين؟ النبي. ودي بقى اللي وقعوهم في الفخ. قريش قالت ان قبيله بني هاشم بتعادينا، عايزين يحموا النبي، خلاص احنا نعمل عليهم مقاطعه اقتصاديه واجتماعيه. فوافقوا جميع مسلمهم وكافرهم، يعني مسلمين وكفار وافقوا حمايه النبي. ليه؟ عشان من قبيلتهم، عشان من قبيله بني هاشم. وكان عندهم حاجه اسمها العصبيه القبليه. ممكن اسالك سؤال؟ الجمله ده اهي: وافق جميعهم مسلمهم وكافرهم على حمايه النبي، ده يدل على العصبيه القبليه. كل قبيله متعصبه لنفسها، مش عايزه اي حد يتاذى من عندي، انا الافضل، انا افضل من قبيله كذا وانا افضل من قبيله كذا. دي اسمها العصبيه القبليه. ركز معايا. امرت قريش امرت قريش بني هاشم بانهم يسلموا النبي ليهم ويقتلوه وينهوا الدعوه الاسلاميه. رفضت بني هاشم. إيه اللي حصل؟ رفضت بني هاشم. عملت ايه قريش؟
قطعت الطعام على المحاصرين، عن المحاصرين. ازاي؟ مين المحاصرين اصلا؟ قريش. قريش من كتر جبروتهم قطعوا الطعام، حصروا بني هاشم، قطعوا عنهم الطعام، ما عادش في اكل. ودي حاجه اقتصاديه. الف لا بيع ولا شراء معهم، ولا زواج ولا تزوج منهم. يعني ايه يا مستر؟ ممكن اسالك سؤال؟ لا بيع ولا شراء دي حاجه ايه، اقتصاديه ولا اجتماعيه؟ اقتصاديه. خد بالك عشان دي ممكن تجيلك في الامتحان. دي حاجه، الزواج حاجه اجتماعيه. انا عايز تركز في الجمل ده اهي. ممكن يقول لك ده اهي حاله اقتصاديه ولا حاله اجتماعيه. عانى بني هاشم من الحصار الذي استمر 3 سنوات. ممكن يقعدوا 3 سنين ما عندهمش طعام، ما عندهمش شراب، ما عندهمش بيع ولا شراء، ما عندهمش اقتصاد، ما عندهمش زواج. ها، قعدوا كام سنة؟ 3 سنين. 3 سنين ولم يبقى أمامهم سوى ورق الشجر. ورق إيه الشجر؟ كانوا بياكلوا ورق الشجر ورق الشجر من كتر الجوع. فأكلوا بعض المؤن من بعض أصهرهم. خلاص، يعني من كتر الجوع بقى ياكلوا ورق الشجر، ياخدوا ورق الشجر ده وياكلوه. وده بيفكرنا بحاجة، أهلنا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن عونا لأهل فلسطين كما كنت عونا لبني هاشم قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. صبر المسلمين والكفار في قبيلة بني هاشم حتى هيأ الله بعض أشراف قريش الذين تربطهم قرابة بني هاشم، فقاموا بنقد الصحيفة وفك الحصار. يعني إيه؟ يعني كان في بعض الأغنياء في قريش، قبيلة قريش، كانت تربطهم صلة أو علاقة مع قبيلة بني هاشم. الأشراف دول عملوا إيه؟ أو الأغنياء دول عملوا إيه؟ نقضوا الصحيفة وفكوا الحصار بعد 3 سنوات من الجوع والألم. حاجة صعبة في اللي قلته ده يا رجالة؟ والله ما قلت اي حاجه صعبه. طب يعني انا مستر وثيقه المقاطعه، كانوا عاملين وثيقه لا بيع للمسلمين ولا شراء، يعني ولا نبيع لهم ولا يبيعون، او يجالسونهم او يخالطونهم، ولا يدخلون بيوتهم، مين؟ اهل قريش، ولا يجلسوا مع المسلمين، ما يقعدوش معاهم، ما يختلطوش بيهم، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يكلموهم. وألا يقبلون من بني هاشم وبني عبد المطلب صلحا أبدا، يعني مش عايزين يقبلوا صلح مع بني هاشم. ولا تأخذكم به رفقة حتى يسلموا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام للقتل. يعني كانوا عايزين خلاص النبي محمد يقتلوه، دي كانت أمنيتهم الوحيدة، يخلصوا من سيدنا محمد. أنا هسألك سؤال، أنت زهقت من القصة؟ الحصه بتاعتي انا عارف انها طويله وطولت عن كل مره، لكن في حاجه عايز اقولها لك والله. بص، وحاجه تستفاد منها دي. يعني انت بتدرس اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مش حاجه صعبه. فان انت بتدرس اشرف الخلق، والله خير من علم وخير من ربى وخير من درس. خير من علم وخير من ربى وخير من درس. يعني انا كمعلم بتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وانت كطالب بتتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وباباك ومامتك بتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، واخواتك واهلك والصحابه كانوا بيتعلموا من النبي صلى الله علي وسلم. فما ينفعش تقول لي يا مستر انا زهقت من الحصه، ما ينفعش تقول لي في الدرس ده بالذات انا زهقت من الحصه. خلاص، علشان دي حصه ممتعه جدا وسهله جدا. انا طبعا هقف معاك لحد هنا، انا هقف معاك لحد هنا. والمره الجايه، غالبا المره الجايه ممكن تبقى التصوير مختلف عن الاستوديو، يبقى في البيت. تبقى ممكن عايز هقول لك ليه دلوقتي. عايز اوصلها لك بطريقه اسرع وبطريقه اسهل ونحل اسئله مع بعض. خلاص. عايز اخد رايكم في المكان اللي انا بصور فيه. المكان ده يعني شايف بالنسبه لي كويس جدا، و... و... وفي راحه كده. حسيت ان انا لما اخش كده ايه، يعني ايه، في راحه نفسيه كده لما دخلت المكان. يعني يعني اصحاب المكان اللي بصور فيه محترمين بطريقه يعني كويسه جدا. وانا كطالب لسه طالب يعني زيكم لسه بادئ. دي حاجه ايجابيه ليه؟ ليه؟ عشان انا بدرس مثلا طلبه في كليه،
والله انا لسه طالبه في كليه، وطالبه في ثانوي، وطالبه في اعدادي دي، وانا خد بالكم انا لسه طالب في الكليه. يعني انا لسه طالب في كليه وسني كبير، انا عندي 21 سنه، واعظم حاجه بحب اعملها هي التدريس. اعظم حاجه فعلا بحب اعملها هي التدريس. في طالب في نفس سني في كليه حربيه او في كليه شرطه، في كليه تجاره، في كليه حقوق، خلاص انا كان ممكن اخش اي كليه تانية، لكن من حب في التدريس وحب في التاريخ والجغرافيا قررت ان انا اكون معلم، واشتغل بمهنه الانبياء والرسل. واشتغل بمهنه ايه؟ الانبياء والرسل. يا رب اكون فدتكم بحاجه، يعني حاجه لو حاجه بسيطه، بس حاجه بسيطه. انا مش طالب منكم غير حاجه واحده، تعملوا لايك وشير سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن سيدنا محمد عبدك ورسولك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.